السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على حبيب الله. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب العالمين. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم طبق تاع كبدة. الكبدة هذه الوصفة ليكم إن شاء الله، وعلى بالي راح تنال إعجاب. واحد لاصوص روج، واحد البنة. شوفوا هذه البنة والله العظيم غير تشوفوها في المطاعم ولا في لي فاست فود، بنة هايلة، وديك لاصوص ثقيلة الله الله. كما راكم تشوفوا لنا كان عندي نص قرن حار، يعني فلفل حار حمر، وعندي شويه تاع الثوم، عندي طماطم مصبره، وعندي مورسو تاع كبده. كما راكم تشوفوا هكذا. هذيك الكبده نحيت لها هذوك الجلاويط اللي كانوا فيها، هذاك الجلد، هذوك الحصاب سيت لو ماكس نحيهم. اللي يبغي ينحي هذيك الجلده الفوقانيه، هذيك الطبقه الفوقانيه ينحيها، انا ما نحيتهاش. جيت لهنايا بجيه كان عندي ثاني القلب، جبت هذاك القلب قليته في الزيت كما راكم تشوفوا. كما نعرفوا القلب شويه ما يجيش طري كما الكبده، ما لا سبقت به هو الاول قليته. وزدت قليت معاه الثوم والحار والطماطم المصبره. اللي ما تبغيش طماطم مصبره تقدر دير شويه تاع فلفل احمر، ودير نص حبه طماطم يعني تحب. كما راكم تشوفوا هكذا. نعرفوا الكبده تبغي لاصوص هذيك الثقيله المحمره الله الله، اللي فيها هذيك البنه تاع يعني تاع الحمار تاع كلش. والكبده ما تبغيش لي زيبيس بزاف. كما راكم تشوفوا لهنا بديت نقلي في هذيك الطماطم المصبره. اللي ما يبغوش الزيت ثاني ما يقوش الزيت، يعني تقدري تستغني على الزيت، ديري قوطره برك نتاع الزيت وتقلي هذيك الكبده في هذيك الماء اللي تطيبو. انا ما بغيتهاش تجيني محروقه. هنا بعد ما تقلات لي هذيك الطوماطيش زدت عليها القطع نتاع الكبده. تبغي تقطعيها يعني شرائح صغيره يعني وضعيفه، تبغي ديري قطع هكا كبيره، يعني نتيا وحريتك في الطيب. كما راكم تشوفوا هكا نعطي لها تقليبه خفيفه، نبقى غير نقلب باش هذيك الكبده تشرب لي هذوك داك الحار، وتشرب لي هذاك الطوماطيش وهذاك الثوم وكلش. ومن بعد واش نزيد عليها؟ نزيد عليها شويه نتاع فلفل اسود اللي هو فلفل كحل ولا الحرور، ونزيد عليها فلفل عكري ولا بابريكا ولا فلفل احمر، ونزيد عليها الكمون. كمون يعني نهضروا نعاود الكمون هيا، ونعطي لها هذيك التقليبه الخفيفه. التوابل هنايا كل وحده والمذاق تاعها وكل وحده يعني طياب اذواق. لي زيبيس بدلي كيما ظهر لك، تبغي ديري راس الحانوت ديري راس الحانوت، تبغي ديري اعشاب عطريه ديري، يعني كل وحده واش تبغي تزيد واش تبغي تنقص، نتيا وحريتك في الطياب. بعد واش ندير؟ نزيد عليها شويه نتاع الماء السخون باش تعطيني هذيك لاصوص اللي طيب فيها الكبده. حنا دارنا ما يبغوهاش يعني هكا كبده ناشفه، يبغوا معاها صوص هكا يغمسوا فيها. نعطي لها تقليبه خفيفه. هذا الماء ما كثرش، درت يا ربي قيس كاس مغلي. ايوا وضعت لها تقليبه خفيفه وغطيت عليها وخليتها تشرب لي هذيك لاصوص. خليتها تزيد تكمل الطياب، خليتها تتبنن. صدقوني والله العظيم هذه الوصفه معتمده في لي فاست فود، معتمده في المطاعم، وصدقوني رايحه تعجبكم، وعلى بالي راح تخلوا لي رايكم في التعليقات ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا لهنا بعد ما نزيد لها شويه للنار، يعني ما نديرهاش نار عاليه وما نديرش نار ناقصه. كي تدي لي غاليه نزيد عليها من الفوق هكا معدنوس، رشه معدنوس يعني للبنه. كما راكم تشوفوا لنا المقطع انا كانت قطعها راح لي، زدت عليها رشه خفيفه نتاع المعدنوس وغلقت عليها، وهذه لاصوص اللي كنت نحوس عليها. ما شاء الله كيف جات دايره، جات تسخف. نتمنى منكم تجربوها، وما تنساونيش بدعواتكم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. نقول لكم نتلاقاو في وصفه اقتصاديه اخرى ان شاء الله، ونخليكم على خير. سلام.